عند عامر في العربية كانت قاعدة جنبه ملاك، وبص على ابنه اللي لسه واقف على الباب. يلا يا خالد. خالد عينه على البيت ومش قادر يتحرك. رجع باباه ندى عليه تاني، مسك الشنطة واتنهد وراح على العربية اللي اتحركت أول ما ركب جواها. كان كل واحد فيهم سرحان في أفكاره. عامر بيتمنى الزمن يرجع لورا، وخالد خايف من مقابلة إخواته بعد السنين دي كلها، وملاك فرحانة وبتهمس بضحكة: أخيرا عرفت أتنفس. أنا مبسوطة قوي. هرجع مرة تاني لماما مريم وسمكة وليهم كلهم. مبسوطة إني خرجت من الكهف التلج ده. ده بيت حيطانه باردة قوي، ألوانه باهتة ومفيهوش روح خالص، وبيقبض القلب. هواه تقيل قوي ويخنق. وبصت لخالد اللي قاعد جنبها وكملت كلام في سرها وقالت: معقول تسيب حضن دافي وقلوب بتحبك بصدق وتعيش في الكهف ده؟ وخدت بالها من حالته، ومن غير ما تحس طبطبت بإيديها على إيده. بص عليها وشاف ابتسامتها الهادية، ابتسم هو كمان. خدودها بقت لونها أحمر، وبصت الناحية التانية تبص على الطريق. وفجأة اتكلمت بصوت عالي وهي بتصرخ في السواق: وقف وقف العربية. عامر بص للسواق وقال: وقف العربية. في ايه؟ ملاك فتحت الباب وجريت. جري وراها خالد وعامر بخوف. وقفت تحت يافطة بعيون واسعة، وخالد بيقرا الاسم المكتوب عليها: مجمع كامل أبو المكارم الخيري. اتحركت ملاك كام خطوة ووقفت قدام لوحة الإعلانات اللي عليها صورة باباها بالحجم الكبير. فضلت قدامها ساكتة ثواني، وبعدها فضلت تصرخ وتحرك راسها بلقة أكتر من مرة، وجريت من تحت الحاجز. ووراها عامر وخالد بقلق وهم مش فاهمين حاجة. مسكها خالد من إيديها ووقفها: في إيه يا ملاك؟ اهدي. هيقع، لازم ألحقه. وشاورت على فوق وهي بتقول: أهو خلاص هيقع. بابا، حاسب يا بابا. وصرخت بصوت أعلى باسم باباها، وبصت بعدها لتحت على الأرض وهمست وهي بتقول: ماما. دخت في وقفتها ولسه هتقع، مسكها خالد بسرعة بين إيديه بعد ما أغمى عليها: ملاك، فوقي يا ملاك، فوقي. هاتها بسرعة على العربية يا خالد. اتصل على فؤاد يا بابا، خليه يحصلنا على البيت بسرعة. وفي مكان تاني في مستشفى السلمي، واقفة ودموعها على خدها وعينيها على اللي نايم على سرير المستشفى ومتوصل فيه الأجهزة الطبية. قربت من السرير وقعدت على طرفه ومسكت إيديه وطبطبت عليها. فتح عينيه وبصلها وشال الأكسجين من على وشه ورفع إيده يمسح دموعها: مش عايز أشوف غير ضحكتك اللي هونت عليا كتير. لولا ضحكتك ونظرة الحب في عيونك كان زماني مت من سنين. مسكت إيده وبستها وقالت: حبيبي، ضحكتي مش بتخرج إلا بوجودك جنبي. عاوز ضحكتي ترجع مرة تاني؟ اخرج من حالتك دي، بلاش تستسلم بالطريقة دي. كل اللي انت فيه ده من التفكير وقلة النوم. لو تخرج كل اللي تعبك وقافل عليه جواك كنت ارتحت وحالتك تتحسن. وافق تعمل العملية. ليه مصمم تعذب نفسك وتعذبني وانت عارف اني ماليش غيرك؟ أحمد، ليه رافض تعملها؟ يعني لو ما كنتش دكتور وصاحب أكبر مستشفى في الوطن العربي، مستشفى السلم. أحمد غمض عينيه وهو بيكلم نفسه وقال: خايف لما تعرفي حقيقتي تبعدي عني. في حاجات كتير لو خرجت من جوايا، حاجات كتير هتتغير، وأولهم انتي هتبعدي عني. لو أقدر أخرج اللي جوايا. عينيه دمعت وهو مش قادر ياخد نفسه. قامت بسرعة وحطت جهاز الأكسجين على وشه. هز راسه بلق. طبطبت على صدره وهي بتقول: اهدى يا حبيبي، خلاص. أنا آسفة على كلامي، غصب عني. ما أنا بس لو أعرف إيه اللي بيحصل لك ده كنت ارتحت وقدرت أساعدك وإنت كمان ترتاح. أحمد بتنهيده وبياخد نفسه بصعوبة: ده عذاب ضميري على اللي عملته زمان، ولولا دخولك حياتي ونورتيها وبعدتي عني العتمة اللي كانت جوايا، معرفش إذا كنت هستمر في الظلم اللي كنت بعمله. انتي البلسم اللي رطب على جروحي. خايف لو عرفتي اللي عملته زمان تبعدي عني. ليه بتحكم عليا بكده؟ إذا كان ربنا بيغفر لنا وبيتوب علينا، أنا يا عبدة من عباده مش هسامح أو أفهم اللي حصل، وخصوصا وأنا شايفة وعايشة معاك كل اللي انت فيه لحظة بلحظة. صوت خبط على الباب خلاها قطعت كلامها وراحت تفتح. لقت راجل غريب
وهدومه متبهدلة ووشه أحمر. أحمد بيه صاحي. رفع أحمد راسه وبص للي واقف عند الباب. ادخل يا سامي. حصل ايه جابك لهنا من غير ما تتصل؟ مالك متبهدل كده ليه؟ انت قولي ايه اللي حصل خلاك مش قادر تصلب طولك وجيت تجري على هنا؟ مصيبة يا دكتور، مصيبة وحلت على راسنا. أنا انكشفت يا دكتور، مسكوني وعدموني العافية يا بيه. أحمد وشه اتغير وما بقاش قادر ياخد نفسه. جريت عليه وحطت جهاز الأكسجين وهي بتقول: بسم الله عليك يا حبيبي، اهدى يا أحمد، اهدى وخد نفس بشويش، بلاش تتكلم مدام هتتعب. ألف سلامة يا دكتور. لفت بسرعة وشاورت له وقالت: ممكن تطلع بره؟ مش شايف حالته بقت عاملة ازاي؟ أحمد شال جهاز الأكسجين بسرعة وقال: لا، بلاش تخرج، استنى واحكي لي كل اللي حصل. بعدين يا أحمد، شايف حالتك بعد ما اتحسنت حصل إيه؟ لازم أعرف اللي حصل عشان أستعد للي جاي. تعالى يا سامي، تعالى وقولي اللي حصل بالظبط. انكشفت إزاي؟ وعرفوا أنت مين ومين اللي بعتك؟ لا، ما عرفوش. أنا قدرت أهرب قبل ما يعرفوا. إزاي انكشفت؟ وأنا بحاول أعرف البنت دي مين وبتعمل إيه عند الدكتور، وخصوصا إنها ما خرجتش ولا مرة من وقت ما دخلت، وحضرتك كنت طالب صورة ليها، فحاولت أدخل من شباك المطبخ ويا دوب أخدت الصورة للبنت وأنا خارج شافتني، فهربت بسرعة وهي بتصرخ، فكان في واحد واقف بره في الجنينة مسكني وأنا بنط من على السور، ولولا صرخها والدكتور خالد جري عليها وصاحبه سابني مرمي في الجنينة، وعملت نفسي مغمى عليا ودخل عليهم، واستغليت ده وجيت على طول أعرف حضرتك باللي حصل. فين الصورة؟ طلع تليفونه وحطه قدام أحمد وقال: أهي، هي دي البنت يا دكتور. أحمد مسك التليفون بإيد بتترعش واتنهد وعيونه برقت أول ما شاف الصورة. خلاص يا سامي، امشي انت واستنى مني تليفون بالتعليمات الجديدة. أوامرك يا باشا. بعد إذنك التليفون بس، عليه كل شغلي. ملاك، معقول؟ معقولة اللي حصل ده؟ كل حاجة عملتها بتظهر قدامي مرة واحدة، كل غلطة وذنب عملته بيجي ورا بعض. في ايه يا أحمد؟ وملاك دي مين؟ وحكايتها ايه هي كمان؟ أحمد بحزن قال: خلاص، ما عادش ينفع أخبي تاني، كل الحقيقة لازم تظهر. اقعدي يا حبيبتي هنا جنبي، اوعديني منزلش من نظرك أو تبعدي عني بعد اللي هقولهولك. حياتي قبلك كانت عتمة، وانت اللي خرجتي العتمة من جوايا. ملاك دي من ضمن ذنوبي اللي عملتها، أو بالأحر الجريمة اللي اتسترت عليها ودمرت حياتها بيها. هزت راسها ومسكت ايديه وقالت: أوعدك يا أحمد، أوعدك هتفضل في عينيا أحسن راجل في الدنيا كلها. أحمد غمض عينيه وقال: أول ما فكرت أبني المستشفى دي وأنا دكتور لسه صغير في بدايتي، اتعرفت على كامل أبو المكارم. كان مهندس وعنده شركة مقاولات وإنشاءات هندسية معروفة من زمان. اتكونت بينا صداقة عمل، وبعد فترة صغيرة اتكونت ما بينا صداقة شخصية. بعدها دخل معايا شريك في المستشفى بنسبة كبيرة، بعد ما السيولة اللي معايا خلصت، وعرض عليا يمول باقي التجهيزات بدل البنك، وخصوصا بإن أهلي رفضوا يساعدوني ويقفوا جنبي. أنا كنت متردد في الأول لأن المستشفى دي كانت حلم عمري، بس بعد ما كل الحلول اتقفلت قدامي اضطريت أوافق على مشاركته. كامل كان إنسان محترم جدا في الظاهر وشخصية معروفة في المجتمع ومتدين وملتزم. ساب ليا الإدارة وفضل بعيد عن المستشفى فترة طويلة لدرجة إني نسيت إنه معايا شريك، لكن في فترة لقيته بدأ يسأل على كل كبيرة وصغيرة، وطبعا الأرباح بقت بتتوزع بنسبة الشراكة ما بيننا، وبقى يتدخل في الإدارة. حاولت بكل الطرق إن أشتري منه نصيبه، بس للأسف رفض، لحد ما في يوم اتصل عليا وكان باين على صوته الرعب. اتنهد وصوته اتخنق وقال: فاكر كل حاجة حصلت كأنها لسه دلوقت. وكامل بيكلمني وبيقول: أحمد، أنت فين؟ الحقني بسرعة. في إيه يا كامل؟ تعالى بسرعة، مراتي وقعت من على السلم ومش بتنطق خالص. العنوان بسرعة، وبلاش تحركها لا تكون في كسور، وأي حركة غلط ممكن تأذيها. ثواني وهكون عندك بعربية إسعاف مجهزة. لا، بلاش إسعاف،
تعال انت وانا عربيتي موجودة. ليه؟ الإسعاف أفضل وأأمن. بلاش كلام كتير وتعالى بس. ساعتها حسيت إن الموضوع فيه ليه رافض الإسعاف؟ قلبي نغزني وقلت أكيد في مصيبة، وكان شك في محله. بعدها ب5 دقايق اتصل أحمد وقال لي: أنت فين؟ اتأخرت كده ليه؟ أنا مستنيك من بدري. أنا قريب من البيت، 10 دقايق وهتلاقيني عندك. تمام، بس بلاش تعمل كلاكس، أنا هفتح لك الباب، مش عايز حد يصحى. فتح لي البوابة وسبت عربيتي بره ومشيت وراه. دخلني بيت صغير جنب الفيلا. أول ما دخلت لقيت ست واقعة على الأرض ومنتهية، وجنبها بنت صغيرة بتعيط. أول ما شافت كامل قالت: بابي، مامي نايمة ومش بترد عليا. كامل برعب أول ما شافها قال: ملاك، إيه صحاكي من نومك؟ ملاك رفعت إيديها وبخوف: بابي، شوف إيدي فيها أحمر إزاي، ماما عندها لون أحمر كتير قوي. أول ما شفت الست جريت عليها، وأول ما مسكت إيديها عرفت إنها ماتت. بصيت عليها وشفت جرح راسها اللي نازف، وبصيت عند رجلها لقيت نزيف كتير، وفي آثار لإيده على وشها. رفعت عيني الكامل، شفت الرعب في عينيه. رجعت بصيت للست، وفجأة جه في بالي فكرة شيطانية. رجعت بصيت لكامل وشاورت على البنت: دخل البنت في أوضتها وتعالى نتكلم. كامل ساعتها هزلي راسه وشال بنته، ولسه بيطلع السلم وقف برعب وبصلي وهي بتتكلم: بابي، مامي ليه مش بترد عليا؟ مامي عندها رد كتير نايمة عليه. مامي ما عملتش حاجة نوتي عشان تعاقبها وتجرحها قف من الترابيزة. رد كتير في كل مكان. كامل برعب بصلها وكان بيترجاني. شاورتله ساعتها وهزيت راسي ووقفت، فتحت شنطتي وخرجت إبرة منوم وجهزتها، وبشويش مشيت ناحية البنت. وكامل كان بيكلمها وبيسهيها لحد ما اديتها لها ونامت. نيمها وتعالى بسرعة نشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. وبعد شوية نزل بسرعة. كنت لسه بعاينها، أول ما حسيت بيه قلت له: هي كانت حامل في الشهر الكام؟ حامل؟ حامل ازاي؟ نعم، هو في ايه؟ ازاي مراتك حامل وانت ما تعرفش؟ لا، ما كنتش أعرف. احكي لي إزاي وقعت كده ومن إمتى؟ كنت نازل السلم وهي نزلت ورايا وهي بتصرخ وبتنادي عليا: كامل، رايح فين؟ في حاجة مهمة عايزة أقولها لك. مش وقته، بعدين، بعدين لما أرجع. لا دلوقتي لازم نتكلم يا كامل، بكفاياك بقى. كل يوم تخرج تقف تحت شباكها. إن كنت سكت زمان فدلوقتي لا. وفجأة لقيتها مسكت هدومي من ورا وهي بتصرخ: أنا لا يمكن هسمح لك تمشي، لازم تحس بيا وبالنار اللي جوايا. وأنا بشوفك كل يوم واقف تتغزل بواحدة تانية، فضلت واحد تاني عليك. خلي عندك دم وكرامة وابعد عنها. أنت ليه مش بتقدر حبي ليك؟ ما حسيتش بنفسي غير وأنا بلف واديها على وشها، واتحركت عشان أمشي. سمعت صوت صرختها وحاجة هبدت على الأرض. ببص ورايا لقيتها واقعة على حرف الترابيزة. وبعدها زي ما انت شايف كده، من خوفي من المنظر ما قدرتش أقرب منها ورنيت عليك على طول: في حد موجود هنا في البيت ولا انت لوحدك؟ كارم ومراته وولاده في المستشفى. النهارده ميعاد الفحص بتاع صالح قبل العملية، وهيفضلوا هناك يومين. كويس قوي. طب والشغالين؟ مفيش حد غير الدادا والطباخ، وبيمشوا بالليل وبيجوا الصبح. والبواب بره بس ما كانش موجود وانا داخل. انا قلت لك على البوابة الخلفية وفتحتها ودخلتك من غير ما يعرف. كويس قوي كده. مفيش حد يعرف باللي حصل بينك وبينها غير بنتك، ودي مشكلة كبيرة قوي. لو حكت قدام أي حد اللي حصل هتقع في مصيبة. كامل بلع ريقه بخوف وقال: طيب هنعمل فيها إيه؟ دي بنتي الوحيدة. مفيش غير حل واحد بس، إنها تاخد مهدئات وتفضل وقت نايمة لحد ما تنسى اللي شافته. وفي علاج بيضعف الذاكرة، هنديها جرعة صغيرة منه عشان نتأكد إنها تنسى بسرعة. وفي دكتور نفسي شغال في المستشفى هناخد رأيه ويتابع معاها جلسات، والدكتور ده مش ممكن يستغل كلام ملاك. ما تقلقش، ده ثقة. وكمان احنا اللي هنتابع العلاج من بعيد لبعيد، وهنفهمه انها شافتك انت وامها وانتوا بتتخانقوا، وسمعت والدتها وهي بتهددك بالانتحار.
طيب الأدوية دي مش هتأثر عليها؟ أكيد ليها آثار جانبية، بس إحنا هنديها جرعة بسيطة جدا، وكل فترة هنعمل لها تشيك أب وتحاليل دورية، وكمان تحسبا لأي شيء غير متوقع لازم تفضل جنبك فترة لحد ما تنسى نهائي اللي حصل. ده مقدور عليه. جيب ملاية وتعالى نقعد نتفق هنعمل إيه ونتصرف إزاي. وراح كامل غطى مي من غير ما يغمض له جفن، وأحمد كان بيفكر في طريقة إزاي هيتخلصوا من كامل على نصيبه في المستشفى. قول لي يا أحمد هنعمل إيه وهنتصرف إزاي؟ أحمد رجع من ذكرياته على صوت عياط مراته. أنت أنت يا أحمد ساعدته؟ أنا اللي عملت اللي أكتر من كده. إذا كان هو قاتل أنا اللي خليته فلت بجريمته. حطت إيديها على بقها ونزلت من على السرير ووقفت جنبه. عملت كده إزاي؟ وجالك قلب تعمل كده في طفلة صغيرة؟ كل اللي فكرت فيه إزاي أرجع المستشفى. الطمع ملا عيني واتغلب عليا شيطاني. عملت إيه عشان تداروا الجريمة؟ كل ده كان سهل. المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا هي خروجها من البيت، ويكون في شهود إنهم شافوها بتخرج من البيت في نفس وقت الحادثة. وإزاي نتخلص من آثار النزيف. قعدت برعب جنبه على السرير وعينيها بتدمع من اللي بتسمعه. أحمد بص بعينه لقدام وهو بيفتكر اللي حصل. وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم فرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل حلقة ننزلها.